وبركاته. معكم الشيف مجدي الحسيني فيديو جديد. النهارده هنعمل ليكو عصافير، رز بالعصافير، عصافير الدهن او عصافير التين. العصافير دي مش يعني اللي موجوده في المحافظات او كده، دي عصافير جبلي بتبقى موجوده، بتيجي من الهجره من بره وبتيجي بتعدي البحر في الموسم دوت، وهي ما بتكونش بيضه ولا حاجه عشان محدش يقول في بيض ليها وسايبه اعشاشها وحرام اولادها، لا الكلام ده. وربنا حلل صيد البر والبحر، مفيش اي مشكله في صيد العصافير او اليمام او الحمام او الارانب او الغزلان او اي نوع من الطيور او السمك او غيره. المهم دي عصفور بيسموه عصفور الدهن او عصفور التين. انتوا شايفين كده هنا صدره باين فيه الدهن ابيض اهو. حتى لما نيجي نقليه في الطاسه الاول مش هنحط زيت، هيطلع منه دهن كتير. الدهن ده هناخده نعمل بيه الرز، وبعدين نحط العصافير على الرز زي ما هنوريكم. ادي الرز، ادي العصافير، ادي القرفه والجنزبيل، كمون، كزبره، ملح، فلفل اسمر ناعم، مستكه، حبهان. هي دي مجموعه توابلنا، مفيش حاجه تانية غير كده. وهنوريكم ازاي. العصافير دي انا جبتها من مدام محترمه بتبيع على الاونلاين حاجات كتير من منتجات سينا ومرسى مطروح وكده. فانا جبت من العصافير دي جميله جدا ونظيفه، ما خدتش مني الا خل وملح بسيط جدا ونظافه بسيطه. حبيت بس اشكرها، ولو حد حاب اللينك بتاعها انا ابعته لكم. الطاسه ما بنحطش لا زيت ولا سمنه. سخنت الطاسه ما بنحطش لا زيت وسمنه زي ما احنا قلنا. بحط الحبهان بتاعي والمستكه وابتدي ان انا اقوم رامي العصافير بالطريقه دي كده. زي ما انتم شايفين كده. ريحه المستكه طبعا والحبهان لما بنيجي نحط العصافير بتعمل ريحه. بدات العصافير تشد مننا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو. بحط شويه جنزبيل وقرفه اهو، جنزبيل وقرفه مهم جدا، مهم جدا موضوع الجنزبيل والقرفه زي ما انتم شايفين. شويه كمون وكزبره، ملح وفلفل اسود والتوابل بتاعتنا بالطريقه دي كده. شويه دهن من النازلين من الحمام بالشكل ده كده. ونحط الرز، نحط شويه توابل بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. ما نكترش ملح برضه. نبتدي نقلب، نحط العصافير اهو بالشكل ده، ونبتدي نقلب وهنحط الشوربه بتاعتنا، وبعدين نغطي يستوي وبعدين نوطي عليه. كده نحط الشوربه بتاعتنا. الشوربه تكون مغطيه الرز حاجه بسيطه، وبعدين يغلي غلوه بعد ما نغطي عليه زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. العصافير مع الرز مع كل توابلنا مع الشوربه. نبتدي نغطي ناخد غلوه وبعدين نوطي عليه اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. العصافير تعتبر استوت والرز استوت. كده هنسرفس وهوريكم الشكل الاخراني. ده الشكل الاخير بتاع عصفور التين مع الرز زي ما قلنا كده، رز بالقرفه والجنزبيل. اذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. لينا صفحه على الفيس خشوا عليها لان يبقى فيها كل جديد، ما تنسوش تتابعوها. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. كان معكم الشيف مجدي الحسيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.